متخيلين ان شادية دلوعة السينما المصرية بدأت مشوارها الفني وهي عندها 16 سنة بس، وقدرت تبقى واحدة من اهم نجمات الفن في مصر والوطن العربي؟ في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت الأسطورة شادية واسرار من حياتها الشخصية واعمالها اللي لسه عايشة معانا لحد النهاردة. انا مريم محمد وده برنامج اسرار نجوم العرب. شادية الاسم اللي ارتبط بالبهجة والفرح في قلوب الملايين، ومن أول ظهور ليها قدرت تخطف الأنظار بصوتها العذب وتمثيلها الرائع. بس ورا الكاميرا في حكايات وأسرار عن شادية يمكن أول مرة هتعرفوها في الحلقة دي. هنتكلم عن مشوارها الفني وأهم أعمالها وحياتها الشخصية، وكمان ثروتها اللي جمعتها من نجاحاتها المستمر. اتولدت شادية باسم فاطمة أحمد كمال شاكر في 8 فبراير سنة 1931 في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة. والدها كان مهندس الزراعي أحمد كمال شاكر، ووالدتها من أصول تركية. بدأت شادية مشوارها الفني وهي عندها 16 سنة بس، ولما اكتشفها المخرج حلمي رفلة قدمت معاه أول أفلامها العقل في أجازة سنة 1947. ومن هنا انطلقت شادية في عالم الفن وقدمت أكتر من 110 فيلم ومئات الأغاني اللي لسه بنحبها لحد النهاردة. شادية قدمت أعمال كتيرة محفورة في ذاكرة السينما المصرية زي فيلم المرأة المجهولة سنة 1959 واللي جسدت فيه دور من أهم أدوارها. كمان فيلم معبودة الجماهير سنة 1967 مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واللي بيعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية. أما في الغناء فشادية ليها رصيد ضخم من الأغاني الجميلة زي يا حبيبتي يا مصر واللي بقت رمز للوطنية وحب مصر، وكمان أغنية سونية سونسون ونراح منك يا عين اللي لسه بنسمعهم لحد دلوقتي. أسرار عن الدلوعة المصرية. أول حاجة اسمها الحقيقي. اسم شادية الحقيقي هو فاطمة أحمد كمال شاكر، واسم الدلع كان فتوش بين أهلها وأصدقائها المقربين. زوجاتها اتجوزت شادية 3 مرات. الأولى كانت من الفنان عماد حمدي سنة 1953 ولكنهم انفصلوا بعد 3 سنين. الثانية كانت من المهندس عزيز فتحي وبرضه ما استمرتش كتير. أما بقى الثالثة فكانت من الفنان صلاح ذو الفقار سنة 1964 واستمروا مع بعض لحد سنة 1969. في منتصف الثمانينات وبعد مسرحية رايا وسكينة قررت شادية الاعتزال وارتداء الحجاب، وده كان قرار مفاجئ جدا لجمهورها، لكنها فضلت تبعد عن الأضواء وتعيش حياة هادية. اتلقبت شادية بدلوعة السينما المصرية بسبب خفة دمها وأدوارها المرحة، وكمان صوت مصر بسبب أغانيها الوطنية اللي لمست قلوب المصريين. شادية حصلت على جوائز وتكريمات كتيرة خلال مشوارها الفني. في 2015 حصلت على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في مصر، وده كان تكريم لمسيرتها الفنية الطويلة. كمان في 8 فبراير 2021 جوجل احتفل بعيد ميلادها ال90 بأنه عمل جوجل دودل خاص بيها، وده دليل على تأثيرها الكبير في الفن المصري والعربي. ورغم ان مفيش ارقام دقيقه عن ثروه شادية، لكن نجاحاتها الفنيه الكبيره اكيد جمعت ليها ثروه محترمه. كمان بعد اعتزالها كانت بتشارك في اعمال خيريه كتير، وده بيدل على كرمها وحبها للخير. دي كانت حكايه شادية الدلوعه اللي سحرت قلوب الملايين بصوتها وادائها. ايه اكتر فيلم او اغنيه بتحبوها ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم السينما المصريه. اشوفكم الحلقه الجايه.